بيقول لك واحد بيتريق على مراته وهو بيكلم ابنه. قال له يا ابني الرز انواع وكل نوع ليه طعم، في رز ابيض وفي رز بشعريه وفي رز محمر وكل حاجه ليها طعم غير التاني. فالست بصت لابنها قالت له ابوك بيتكلم صح يا حبيبي، الرز كل طعم غير التاني بس في النهايه الخروف بيبقى واحد. بيقول لك واحد بيقول لمراته انا كسبت 1,000,000 جنيه، جهزي شنطتك بسرعه. قالت له طيب يا حبيبي اخد الهدوم الصيفي ولا الشتوي؟ قال لها خد اللي تاخديه، المهم ارجع ما الاقيكيش في البيت. بيقول لك واحد سأل راجل عجوز قال له بعد 70 سنة جواز ولسه بتقول لمراتك يا حياتي ويا عمري ويا عيوني، ايه السر؟ قال له والله انا ناسي اسمها وخايف اسألها. بيقول لك واحدة بتتكلم في التليفون ولما خلصت جوزها سألها قال لها غريبة المرة دي نص ساعة بس مش عوايدك، على طول بتتكلمي أقل حاجة بالثلاث ولا 4 ساعات. قالت له لا دي واحدة مسكينة وطلع الرقم غلط. بيقول لك واحد داخل هو وجدته الاسانسير، جدته اول ما دخلت الاسانسير راحت خابطه في المرايه، فبصت في المرايه قالت لها معلش يا اختي ما خدتش بالي منك. فالواد اول ما خرجوا من الاسانسير عمال يضحك بيقول لها مالك يا جدتي انت مالك متعصبه ليه؟ قالت له الست اللي خبطتها وقلت لها معلش ما فكرتش حتى ترد عليا. بيقول لك واحد مسطول راح يتسطل مع واحد صاحبه وهم قاعدين بيتسطلوا المطره مطرت، فصاحبه قال له بقول لك ايه هتبات عندي هنا النهارده، انا هدخل اجهز العشاء واخرج لك. فصاحبه قال له ماشي. دخل جهز العشاء وخرج لقى صاحبه غرقان ميه. قال له ايه اللي مغرقك كده؟ قال له رحت البيت جبت الفرشه بتاعتي وجيت. بيقول لك واحد راح لامه قال لها يا ام انا عايزه اتجوز لازم تجوزيني. قالت له بقول لك ايه انا رايحه فرح النهارده، تلبس عبايه من عباياتي وتيجي تقعد وسط الستات اللي تعجبك شاور لي عليها ومالكش دعوه. صاحبنا راح مع امه الفرح ولبس عبايه ودخل في وسط الستات، عجبته واحده قوي ما استناش يكلم امه، راح وقف جنبها قال لها بقول لك ايه انا اسمي علي وعايزه اتجوزك. راحت بصلها قالت له انا جابر ابن عمك. بيقول لك واحد شغال في شركه المدير قال له اشتغل من البيت، تاني يوم بيتصل عليه علشان يقول له على شغل، مراته هي اللي ردت قالت له نزل يجيب لي شويه طلبات للبيت وجاي. قال لها طب لما يجي خليه يتصل عليا. اول ما رجع اتصل على المدير قال له فين الشغل اللي انا طالبه منك ولا فارح تجيب لي طلبات للبيت؟ انا مشغلك في البيت عشان تجيب حاجتك ولا تعمل شغلنا؟ قال له يا فندم الشغل خلصان من بدري وبتصل على حضرتك ما بتردش. اتصلت بالمدام قالت حضرتك مش فاضي بتنشر الغسيل ولما تخلص هتكلمني. بيقول لك طفل دخل مقلة لب ومكسرات مع امه، استلطفه صاحب المقلة وطلب منه انه ياخد مكسرات هدية ليه، الولد رفض ياخد، فقام صاحب المقلة حط ايده في المكسرات وراح مالي جيب الواد. لما خرجوا الست بتسأل ابنها بتقول له يا ابني لما قال لك خد مكسرات ما خدتش ليه؟ انت مكسوف منه؟ قال لا انا ما رضيتش اخد عشان انا ايدي صغيرة وهو ايده كبيرة هيملالي جيبي. بيقول لك جماعة راحوا يزوروا واحد صاحبهم مريض وكان فيهم واحد لسانه فارت منه، فقالوا له اسكت انت ما تتكلمش خالص لغاية ما نطلع من عنده. وبعد ما خلصوا الزيارة وهم خارجين راس ابو لسانه فارت دوت خبطت في الباب من فوق وهو طالع راح قايل لما انا دماغي خبطت في الباب امال النعش هيطلع من هنا ازاي؟ بيقول لك واحد نزل يرمي الزبالة وحدفها من بعيد، نصها جه في الصندوق ونصها جه بره. صعب عليه عمال النظافة فقعد يلم في الزبالة وراح حاططهم جوه الصندوق. بيبص لقى عربية وقفت ونزلت منها ست كبيرة راحت مطلعة وجبة ومديها له، لسه هيقول لها أنا مش محتاج راحت مطلعة 200 جنيه وراحت مديها له، ومن يومها الراجل ده قاعد جنب الصندوق. بيقول لك واحد عجوز من بعد ما مراته ماتت امتنع إنه يلبس النضارة بتاعته تاني، فصاحبه بيقول له طبعا انت شايف من بعد مراتك ان مفيش حاجه تستحق ان انت تشوفها. قال له لا دي بعد ما ماتت انا بعت الدهب بتاعه وعملت عمليه ليزر لعيني ما بقتش محتاج للنضاره. واحده بتسال مامتها بتقول لها يا ماما هو مش بابا بيعرف يعوم؟ قالت لها ايوه بتسالي ليه؟ قالت اصل سمعان امبارح بيقول الشغاله انا غرقان في حب. بيقول لك واحد بيقول لصاحبه تعرف ان انا كذا مره كنت اغلط وانادي لمراتي باسم حبيبتي،
فصاحبه قال له عملت ايه؟ قال له اشتريت قطه وسميتها سميره، ودلوقتي بقيت انادي عليها طول النهار من غير ما اخاف ان انا انده على اسم حبيبتي. فصاحبه سكت شويه كده، قال له مالك سكت ليه؟ قال له لا مفيش حاجه، بس عرفت دلوقتي مراتي ليه جابت كلب وسميته صبحي. بيقول لك واحده اتجوزت شهر وبعد شهر اتطلقت، بعدها بسنه جالها عريس تاني، فالمأذون بيسأل أبوها بيقول له أكتب إن بنتك بكر، قال له لا اكتبها استعمال خفيف. بيقول لك واحد رايح يتقدم لواحدة وبياكل لبانة، فأبوها بيسأله بيقول له دي مناسبة تاكل فيها اللبانة؟ قال له لازم آكل اللبانة بعد السيجارة. قال له أنت كمان بتدخن؟ قال له على خفيف لما بشرب الويسكي بس. قال له كمان بتسكر؟ قال له أنا ما بسكرش غير لما بلعب قمار. قال له بتلعب قمار من امتى؟ قال له من ساعة ما خرجت من السجن. قال له دخلت السجن ليه؟ قال له قتلت واحد طلبت ايد بنته ورفض. قال له ماله يا ابني على البركة نقرا الفاتحة.